ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهارده كيكه سهله وبسيطه للمستعجلين، لو جالنا اي ضيوف سريعا. طريه جدا، متشربه الصوص بطريقه تحفه تحفه. يلا مع بعض نشوف الطريقه. هنجيب الخلاط بتاعنا وهننزل بكوبايه ونص من السكر، وكمان كوبايتين من اللبن السخن المغلي، سخن جدا، او ميه سخنه عادي مفيش اي مشكله. تمام. وكمان كوبايه من الزيت، ونص كوباية من الكاكاو الخام، وكمان معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة او البودر عادي مفيش مشكلة. وهناخد كل ده على الخلاط. تمام كده. خلاص، هو كده بقى جاهز معانا. ضربناه 5 دقايق في الخلاط. بصوا القوام خفيف بس مفيش اي مشكلة، لسه هيتقل لان لسه الخليط دافي. خدت كده مج كبير او كوباية كبيرة، هحطها على جنب، وباقي الخليط هنشوف هنعمل فيه ايه. هنجيب كوباية ونص من الدقيق، وعليهم معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر، وكمان رشة بسيطة خالص من الملح زي ما احنا عارفين. هندخل المكونات دي كلها مع بعض. تمام. وهقلبهم بس كده عشان ادمج البيكنج باودر والدقيق والملح. وبعد كده هننزل بالخليط السائل على الدقيق. هنخلط كده مع بعض بمعلقة بسباتيولا بأي حاجة. تمام. من غير بيض ولا اي حاجة، الكيك بتاعنا ده بيبقى تحفة. هنا لقيت القوام بتاعها تقيل، فضفت نص كوباية من المية. بصوا ده القوام المظبوط بتاعها. وبعد كده هضيف معلقة كبيرة من الخل في الاخر خالص بعد ما خلاص خلصت. وهقلبها كده لحد لما الخل يدخل في مكونات الكيك. وخلاص كده خليط الكيك بقى جاهز معايا. شايفين القوام بتاعه خفيف ازاي؟ تمام كده. بعد كده هجيب الصينية بتاعتي، بطنتها طبعا زيت ورشة من الدقيق او من الكاكاو اللي تحبوه، وهنزل بالخليط ده، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180. بتاخد بالظبط 40 دقيقة. ممكن اكتر من كده لو الفرن بتاعكم هادي، ممكن اقل من كده لو الفرن سخن اكتر من كده. تمام. خلاص كده انا طلعتها من الفرن، طبعا هي سخنة مش قادرة امسكها واوريكم ازاي طرية. هشربها بنص كوباية من اللبن الدافي بالشكل ده. تمام. هي سخنة فبتتشرب معايا على طول. وبعد كده هنقطعها التقطيع اللي احنا نحبه. تمام. بالشكل اللي انتوا عاوزينه قطعوه، بالحجم اللي انتوا عاوزينه. قطعتها بالشكل ده. وبعد كده هجيب الصوص اللي انا شلته، الجزء اللي انا شلته يعني في المج، وضفته كده على الوش. وهدخلها التلاجة لمدة ساعتين لحد لما الصوص يتقل وكمان الكيك يتشرب من الصوص. وخلاص كده بقى جاهز معايا، وبقى تحفة بجد. هيعجبكم، سهل، ما بياخدش 5 دقايق، حرفيا 5 دقايق بيكون جاهز. جربوا الطريقة دي هتعجبكم بجد. لو جايلكم ضيوف ومستعجلين، اسرع حاجة ممكن تعملوها فعلا هو الكيك ده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. لو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو مش مشتركين في القناة. سلام.